السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل وصفة سريعة وصحية ولذيذة جدا، تتاكل كمان باردة، وممكن نعمل منها سندوتشات المدرسة. وزي ما متعودين كل مرة، وصفات سهلة وسريعة وبسيطة، متاخدش وقت خالص، وقيمتها بسيطة ومفيهاش اي صعوبة في التحضير، وكمان طعمها حلو اوي. نعمل صدور دجاج مشوية بتتاكل باردة، هنعمل منها احلى سندوتشات. يلا على طول نبتدي الوصفة. بس قبل ما نبتدي، لو لسه مشتركتيش في القناة، ياريت تشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. انا هنا جبت 4 قطع صدور دجاج صحيحه زي ما هي كده، وغسلتها كويس قوي، وبعدين هبتدي اعمل لها تتبيله. التتبيله دي هتبقى عباره عن ميه بصل، واحط عليها عصير ليمونه وملح وفلفل اسود وبهارات، وعلشان في ناس مش بتعرف تظبط نسبه الملح، فالنص كيلو هياخد معاكي معلقه صغيره من الملح. حطيت كمان بابريكا ورشه قرفه صغيره ومعلقتين كبار من الباربيكيو صوص، كمان معلقتين كبار من الزيت. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض، وهنزل فيها الفراخ، وهسيبها من 4 ساعات لليله كامله في التلاجة. وطبعا كل ما بتطولي المدة كل ما بيطلع طعمها احلى. وتمام، بعد ما سيبناها ليلة كاملة في التلاجة هطلعها وابتدي اديها صدمة على النار. هنجيب طاسة او صينية ونحط فيها مكعب زبدة ومعلقتين من الزيت، وهنسيبها لحد ما تسخن كويس قوي، وبعدين هننزل عليها الفراخ. ننزل الفراخ في الزبدة والزيت ونسيبها لحد ما تاخد صدمة ولون حلو كده، وبعدين نقلبها على الناحية التانية، وبعدين نطلعها. وطبعا هي لسه كده مستوتش خالص، هي مجرد خدت صدمة ولون حلو كده على النار. هنطلعها ونكمل سواها في الفرن، وبعدين ننزل عليها باقي التتبيله وشويه ميه صغيرين وندخلها الفرن. دخلتها الفرن مش متغطيه، وبسيبها على نار عاليه في الاول، وبعدين بهدي النار وبسيبها في الفرن لمده 40 دقيقه. بعد ما ال40 دقيقه دول يخلصوا، هتلاقي الميه اللي فيها اتبخرت وهي استوت وتمام جدا. وبعد ما تطلعيها من الفرن ما تقطعيهاش على طول، سيبيها تبرد شويه، وبعدين قطعيها شرايح رفيعه زي ما انت شايف. ولو اتبقى منها بتشيليه في التلاجة وبتتاكل بارده، بتبقى جميله اوي برضه. وهنعمل منها بقى احلى سندوتشات. حطيت جبنه شيدر وخس وجبنه موتزاريلا، ودخلتهم الفرن بس مجرد الجبنه تسيح، وبخرجها على طول. وبجد طعمها بيطلع حلو قوي. جربي الوصفه وقوليلي رايك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناه علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديده. وشكرا، السلام عليكم.